السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد بقى كده وفيديو جديد. وقبل ما ندخل في الفيديو والتفاصيل ونشوف هنعمل ايه مع بعض، يا ريت تحطوا لايك للفيديو لو عجبكم، ويا ريت تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. على فكرة انا شايفة الناس اللي بتتفرج على الفيديو مش بتشترك في القناة، وليه عتاب عندكم وبقول لكم ليه مش مشتركين في القناة. يا جماعة يا جماعة اشتركوا في القناة لو سمحتم، وحطي لايك يا اختي انت وهي لو عجبك الفيديو، ان شاء الله يعجبك وتطلعي مستفاده منه باذن الله. هيا بينا ننطلق الى رحله ان احنا نرجع البيت بيت. علشان هو كان اسبيتاليا، قالب اسبيتاليا كده. وانا كنت شغاله فيها ممرضه اليومين اللي فاتوا دولت، والحمد لله بقى كده خلاص. عايزين بقى نطهر الدنيا ونطلع الميكروب والبكتيريا اللي كانت فيه. هنا بقى بصوا الصاله كان شكلها عامل ازاي. هحكي لكم الحكايه من الاول كده واحده واحده معايا علشان ما تتوهوش مني. مبدئيا انا جيت من حوالي 4 5 ايام كده، هفت في دماغي ان انا عايزه اغسل الفرش بتاع الركنه. عادي يعني، عادي طبيعي. تمام. وكمان السجاد بتاعي كل شهر تقريبا انا بغسله، علشان هو لونه فاتح قوي، فيه فواتح كتيره وفيه ابيضات، ولما بيتوسخ ما عنديش ليه غيار تاني، فما بحبش شكله يبقى مش لطيف كده. بتلاقوني بصوا نفسيتي بتتعب من السجاد اللي مش نظيف اصلا. فلميته وقلت هوديه يتغسل في المغسله، علشان خاطر طبعا عندي مشكله هنا في السيراميك. اذ يشاء ربنا بقى ويحصل ايه يحصل ايه، جوزي تعب وبنتي تعبت وبنتي التانية تعبت، وكون بصوا كان عندنا هنا مدعكة بقى في البيت. كل واحد نايم، وكل واحد بقى واخد لي كبرتيه تحتيه وكبرتيه فوقيه. اي والله زي ما انا بقول لكم كده، شايفين كميه الحاجات اللي انا لماها من الصاله دي. انا قمت الصبح انا اتخضيت اصلا. يعني انا نايمه في امان الله وخلاص، صحيت الصبح قايمه لقيت جوزي نايم على الكنبه، وفارش بتاع تحتيه وبتاع فوقيه، وهنا نفس الموضوع وياسين. ومش عارفه السراير اللي عندنا والاوض دي معموله لايه، مشطحين كده كل واحد في حته. قلت بقى يلا خليهم بقى كده ايه، هي كده كده الصاله عايزه تتقلب كيانها، ولا الفرش دوت خلاص يعني هضطر ان انا اغسله كله. تمام. ومش مشكله. فالنهارده بقى الحمد لله السجاد جالي. بصوا من الشباك كده، الساعه كانت حوالي 8 بالليل. وطبعا كان في نفس يوم الروتين بتاع امبارح اللي انا نزلته لكم بتاع الاوض والحاجات دي. عملت الاوض الصبح وعملت الصاله بالليل. لما نزلت بقى وديت الولاد الدرس وانا راجعه، اشتريت طلبات من السوق. وقلت بقى ايه هعملها بكره، على اساس ان انا تعبت النهارده وعملت كذا حاجه. لقيت المنظر لا مش عاجبني، مش عارفه اقعد فيه كده. لا لا طبعا ده مقلب الزباله انضف منه. قلت والله ما هي قاعده كده، انا هقوم اتنشط كده. هقعد ارد عسيله وانيمها ان شاء الله ربنا يهديها، واقوم اسمي الله وابدا اعملها، مش هتاخد وقت ان شاء الله. وفعلا عملت كده، دخلت علقت على الاكل في المطبخ وسميت الله كده وقلت انا هقوم اروق. وطبعا هنا كانت تعبانه، ولكن قالت لي يا ماما انا عايزه هعمل معاكي اتسلى. قلت لها تعالي حبيبتي وماله اعملي. قعدت بقى هي بتحب تلمع قوي المكتبه دي جدا، انا من عاشقه ان هي تلمعها وبتطلعها زي الفل. وطبعا انا بقى قعدت اكنس كده ورا الحاجات الكنب، وقعدت الم بقى كميه حاجات كانت في الصاله غير طبيعيه. هي لما بتبقى مقلوب كيانها كده بتبقى ايه، اللي عايز يحط حاجه يرميها يرميها، بيكونوا عارفين ان هي مش نظيفه بالنسبه لي فيلا بقى. لكن طبعا لما الدنيا تبقى رايقه ونظيفه ما يستجريش حد يحط حاجه مش في المكان بتاعها، يعني عارفين بيلاقوا كده ايه جعفر موجود في الشقه. هنا بقى انا خلاص لمعت المكتبه وانا كنست الارض ونفضت وخليت الدنيا زي الفل. اسكت على كده؟ لا طبعا ما اسكتش. رحت بقى جبت شويه ميه وشويه اوكسي، انا عاشقه الاوكسي يا جماعه، انا فاضل لي شويه واحطه على الاكل. حطيت شويه اوكسي كده ورغيت رغوه كده، وخليت ريحتهم بقى كده تفحفح كده. وقمت جايبه المساحه. وايه اللي على المساحه دوت يا صابرين، ده كان بونيه جايباه كده للشعر. زي فوطه كده تنشف الشعر ب 12 جنيه ونص. فانا طبعا قلت استغله، انا نفسي اجيب قوي المساحه اللي هي الموبي اللي طالعه جديده دي، تمسح الحيطان والارض والحاجات دي. تمام. فانا بقى قلت على ما اجيبها ان شاء الله باذن الله انا هشتغل هعمل زي ما انتم شايفين الاختراع ده حلو قوي برضو بينضف جدا. ما بعصرش الفوطه قوي مع الاوكسي، اقسم بالله يا جماعه الحيطان كانت بتلمع. عامه هي الحيطان عندي ما فيهاش حاجه يعني، بس مكان بقى الولاد ما بيبصموا ايديهم. حد مثلا يجوا عند الكوبسات بتاعه النور كده تلاقي حواليها كده لحوسه شويه، الحاجات دي كلها. بصوا خليت الحيطه بتلمع.
انا جبت لكم العيد، يعني انا جبت العيد بدري شويتين ثلاثه. ولكن بصوا، عامه تنظيفه العيد او مش العيد انا بحب انضف كده على طول. تمام، بحب على طول احس بكل يوم بنظافه العيد. ما تستخسروش يا جماعه، المفارش الجديده طلعوها فرشوها، ما تستنوش للعيد. السجاد اغسلوه، ما تستنوش للعيد. الستاير اغسلوها على طول، خلوا ريحتها حلوه، مش لازم العيد على فكره. والله كل يوم يعني بيعدي علينا بسلام وامان من غير مشكله، ومن غير حاجه تزعجنا، وولادنا بخير واحنا بخير. اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. يبقى احنا كده تمام، وده عيد عدى علينا. فبصوا، عيشوا يوم بيوم وكده. يعني خلوا حياتكم كل يوم عيد، كل يوم نظافة مستجدة، كل يوم تغيير حاجة. ما تخليش عينك تتعود على حاجة معينة. حتى لو مش هتشتري حاجة جديدة، مش ضروري تشتري حاجة جديدة عشان تعملي تغيير في البيت. غيري دي مكان دوت. طبعا انا عارفة ان ده مش حلو، والعفش عمره بيقصر، ولكن انا ضد الفكرة. انا بحب اغير كل شوية، واجيب السجادة دي هنا واحط دي هنا، واحط اللي مش عارفة ده ايه، اغير اماكن الحاجة. حتى لو حاجة بسيطة بتديني تغيير كده، واحس بتغيير وشكلي يبقى حلو. تمام. لمعنا كل حاجة، مسحت الارض وظبطتها، وهنشفها كمان كده. جبت فوطة ونشفت الارض علشان بقى ايه نجيب الفرش ونفرش. بصوا بقى، الحيطة دي اللي محتاجة دعك بقوة، اللي هي في دخلة المطبخ عندي، وبحط عندها باسكت الزبالة. تمام، في اول المطبخ كده انا بحط باسكت الزبالة. اللي بيكون عايز يرمي حاجة في الصالة بيرمي فيه، وانا في المطبخ برضو برمي فيه. فاهميني؟ يعني هو كده الباسكت ده جامع للصالة وللمطبخ. فطبعا بقى ولادي الله يكرمهم يا رب كده ويديهم الصحة، ويكتر من مصايبهم اللهم امين. بييجوا يرموا زبالة وهم واقفين، فممكن بقى حاجة تنطور على الحيطة من ورا او الكلام ده. فلقيتها متلحوسة كده، يعني حالتها سيئة قوي. فقلت دي لازم تدعك. جبت الليفة ودعكتها خليتها زي الفل. وطبعا بقى قلنا باب الشقة كده نفتحه نعدي عليه، عشان بصوا كان الراجل بيمسح السلم، ولما بيجي يكنس السلم ويمسح كده فتحسوا ان ايه، بيجوا تراب ويندي ميه كده مطرح المسح، فتلاقوها عملت لي زي ايه، نقط ميه كده مطينه. فاهمين انتوا قصدي طبعا. فطبعا انا فتحته ورحت برضو ملمعاه، وملمعه بقى الجزامه. لمعت كل حاجه، انا عديت على كل حاجه، شبابيك بكل حاجه. الشبابيك دي انا كنت غسلها من قريب، فما كانتش تستاهل ان هي تتغسل بصراحه. هي عايزه مسحه بس كده وخلاص، وتبقى زي الفل. فرشت المفارش ليه وانا كنت بقول هجيب حاجه تانية، لاني بصراحه ما جاتش الفرصه ان انا لسه اجيب مفارش تانية. ما نزلتش يعني الاماكن بتاع المكان بتاع المفارش. فطبعا دول انا غسلتهم. انا كده كده كنت هخليهم عشان ابقى ابدل فيهم. فكنت غسلاهم وريحتهم زي الفل، فقلت خلاص هفرشهم على ما ابقى اجيب غيار تاني ان شاء الله. سبتها انا بقى تكمل فيها زي ما انتوا شايفين كده، تقعد ترص فيها تعيش خيالها. وجيت بقى انا هنا قلت ايه، افرش فرش الركنه. الله عليك يا عم بخ، يا سلام على الحاجه لما تبقى كلها نظيفه كده، وتفرشي كل حاجه نظيفه كده، وتمسحي الارض كده. وعارفين انتوا الاحساس ده؟ الله الله عليه الله. حلوه قوي بصراحه. اقسم بالله انا بكون مش عايزه حد يقعد بقى في الصاله، شكلها كده نظيف وحلو، مش عايزه حد يقرب لها. عارفين انتوا اللي هو هيقرب لها اقسم بالله همحيه من على وش الارض. عارفين انتوا الاحساس ده؟ هو الاحساس ده بالظبط. ابقى ماشيه واروح شيلي ده من الارض، شيلي ده مش من عارفه ايه. بس هو المشكله ان احنا قعدتنا فيها، فتلاقي الكركبه كلها فيها يعني. انا جيت بعد شويه الشلت بقى ولا عيل وقعوها في الارض ومش عارفه ايه، لقيت ياسين بيقول لي ماما انت واخده بالك الصاله اللي انت عاملاها؟ قلت له اه صحيح. ام كل واحد يلم حاجه في مكانها. الواد بيسخني عليهم. فبصراحة يعني النظافة حلوة. أنا يعني كل الستات على فكرة بتحب النظافة، مش بس أنا. أنا قصدي يعني أقول إيه، لما يبقى لسه منظفة وعاملة كل حاجة بتكوني مبسوطة ونفسيتك مرتاحة. وكل ما تبصي على الحاجة وتلاقيها نظيفة كده تلاقي نفسك بتفرحي. بتتعبي وبيطلع عينك، ولكن لما بتشوفي نتيجة تحسي إن التعب ده كله بيروح. تمام كده تمام كده. ياسين شايل سيلة. انا ببقى بقى مش مركزه معاه، ولما بقعد اتفرج على الفيديو ومنتجه كده بشوف مواهب. يعني كانت هتقع منه هيت، وشويه تانية كان بيلف بيها مروحه. بشوف حاجات عجيبه، اقعد اقول له ايه ده، انت كنت بتعمل كده امتى؟ وانا مش شايفاه، مش ما كنتش شايفاه يعني. فالتصوير برضو بيطلع كوارث في الاخر. الله، دقت ساعة ان احنا نفتح السجاد. الراجل بتاع السجاد ده ربنا يبارك له يا رب ويديله الصحة ويبارك له في كل قرش بياخده. بيجيب لي سجاد فله.
بياخد في السجادتين دول 90 جنيه. على فكره هما مش كتير، 2 في 3 السجاده، يعني تقريبا على المتر 15 جنيه، بس بيرجعهولي فله مفلفله كده، ما يجيش على قد الدعك والاريال والنشير والحاجات دي كلها. بصوا بصوا السجاد، بصوا الحركه دي، بصوا اللقطه دي. بصوا جبت لكم العيد اهوت، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا. خلاص ده كان كده بقى، قربت ان انا اخلص. فرشت السجاده ديت، وطبعا الجزء التاني اللي هو في جزء تاني كده قدام شويه، برضو بحط فيه سجاده، حاطه فيه ترابيزه وبوفات كده. ان شاء الله باذن الله في الخطه الجايه باذن الله باذن الله هعمل فيه سفره كده صغننه، احطها في الجزء التاني، عشان احسس نفسي ان انا عندي انتريه وعندي سفره وعندي نيش في الجزء ده. شايفين؟ قولوا لي ايه رايكم، لو عملت كده هضيق الصاله ولا ايه رايكم؟ اكتبوا لي في الكومنتات. ماشي. بصوا بصوا السجاده، بصوا وهي بتتفرد كده، بصوا جميله. بصوا اللقطه دي. الله عليا، انا بقيت بارعه في المونتاج، كل شويه بغير اكتر. بس كده خلاص بقى، جبت لكم سيله عشان تسلم عليكم في اخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.